حتى إذا ما تحب الكبدة راح تجربها. كبدة دجاج على طريقتي، طعم يبكي. تعالوا خلينا نسويها سوية. زيت فد شي بسيط، وهنا أنا عندي نص كيلو كبدة دجاج نظفتها كل زين. أول ما يحمى عندنا زيت ننزل الكبدة بهذا الشكل. نحمس الكبدة بدون أي إضافات. نضيف عليها مي دافي، خليها تفور شوية. من ينشف المي بس يبقى عندنا مي بهذا الشكل، ناخذ هذا المي نخليه على صفحة. هسه نجيب لنا هيك طاوة، فلفل أحمر بارد بدون زيت بدون أي إضافات. راح أضيف الفلفل وأحمسه لحد ما تطلع ريحته مثل عباك شلون قاعد أشوي شوي. أخليه على صفحة. طاوة نخلي بيها زيت ونحمس لنا راس بصل. نحمس البصل لحد ما يصير عندنا كريسبي. خليه على صفحة. نجيب الطاوة مالتنا هسه ونخلي زيت. هسه هنا عندنا راس ثوم كامل، نضيف الثوم. نحمس الثوم حمسة مرتبة. أجيب المي اللي خليته على صفحة اللي فورت بيه الكبدة، أضيف المي بهذا الشكل. عصرة ليمونة بسيطة. شوف شلون صار عندي مثل الصوص بالضبط. نضيف الكبدة بهذا الشكل، نحمسها حمسة مرتبة. مبروش قشور الليمون. نضيف البصل الكريسبي اللي سويناه. نضيف الفلفل الأحمر سويناه نفس طريقة الشوي، نحمس لنا حمسة بسيطة. نضيف شوية زيت، شوية فلفل أسود، شوية بابريكا، كمون كلش قليل، ونختمها برشة ملح